الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، اليوم أحببنا أن نختار موضوعا ربما تتعجب وتقول ما هو هذا أو لماذا هذا العنوان. لو نقول كم نحن مسلمون، ليس كم شخص، نسبة إسلامنا كم؟ افترض بأن الإسلام 100 علامة 100 درجة، عندك 5% من الإسلام، 10%، 100%. كم نحن مسلمون؟ كما نعلم جميعا بأن الإسلام معناه أن تستسلم لأمر الله عز وجل وتطيعه في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي التجارة وفي المعاملات. فهذا معنى الإسلام. نحن كم بالمئة مسلمون؟ هناك ربما من تراه مسلما 100%، وهناك ربما تجد شخصا 0.1، يعني ليس 1% مسلم، فقط تشم منه رائحة الإسلام بأنه يقول لا إله إلا الله فقط، ولكن أكثر من ذلك لا ترى منه شيء. أو ربما تراه 25% مسلم و75 غير مسلم. معنى 25 أي هو يلتزم بأمر من الأمور الإسلامية، ولكن باقي الأحكام يجعل الإسلام تحت رجليه، لا يلتزم. تراه مسلما في المسجد، ولكن تراه في الخارج لا علاقة له بالإسلام. تراه في الخارج يتكلم باسم الإسلام، ولكن في لا يشم منه رائحة الإسلام. هكذا تراه صاحب منظر إسلامي، ولكن ترى في تجارته نعوذ بالله لا علاقة له بالإسلام. أو تراه يصلي ويصوم، ولكنه مسؤول يدير بعض الناس أو دولة أو أمر من الأمور، لا يتقي الله في مسؤوليته وفي رعيته. إذن كم نحن مسلمون؟ فعلينا أن نسأل أنفسنا في أي أمر، وكم نسبة إسلامي؟ 5%، 10%، 50%، 100%؟ كم أنا مسلم؟ وإذا لم نكن مسلمين 90% أو حوالي 100%، فلنعلم بأننا سنفشل دائما، لأننا اليوم نرى المسلمين 5%، 20، 50، 30 هكذا. لذلك لا نتقدم، نصلي ولكن لا إسلام في التجارة. تراه في الأسرة المرأة عندها حجاب في الرأس، ولكن في التحت نعوذ بالله لا علاقة له. الرجل عنده لحية ويذهب إلى المسجد يصلي، ولكن في الخارج يظلم الناس. إذا لم نكن هكذا أي 100% ونلتزم بأحكام الإسلام في الأمور شتى، في كل الأمور، لن نتقدم ولن نظهر للعالم عظمة الإسلام. وإذا لم نظهر للعالم عظمة الإسلام فنحن مسؤولون أمام الله عز وجل. نرجو الله أن يصلحنا وأن يجعلنا قدوة في الخير، وأن لا يجعلنا فتنة للذين كفروا. اللهم آمين. قالوا بسلمانا إيرو مسألة إيماني جوارا بيجن، وفي تشتي درسك بريك أم درس خطبه بكن جخو سؤال بكم جواي سؤال بكم ما بيجم أي مسلمان تصدي خاصة مسلماني، صدي 100 مسلماني، صدي 5، صدي 10، صدي 20، صدي 8، صدي 0.0 تتشقاسا مسلماني. يعني نك أم كان مسلمان كان حنا مسلمانا. لو أم تفضزان معنى إسلامي چية تسليم خدا ببي، تأمر خدا گهداری بکی، قانون خدا بجیبینی، حیاتا تل گورا دین خدا به او معنى اسلام. او آیتك ما خوند خدا بیجه جوانا بیجه حیاتا من، مرنا من، عبادتا من، ذکر من، تبش بونه خدایه. يعني بني حياتا من تف
عبادت و ذکر من حیات و مرنم تبش بونه خدایه. یعنی نک از لمیجش بونه خودت کم تجارت بکیف خود کم از ویاش بونه خدای بکم از ویا بکیف باب خوب کم کاله خوب بکم نه ابننا معنوی. ایجا ام صادی چه قسم مسلمانن قالوا مسلمانا گوی خواه کن ام به هفره گهداری وی آیت هانه بکن صادی چه قسم صادی چند صادی 5 صادی 10 صادی 20 صادی 8 بنی مثلا مسلمان مهنه لمیجا وان پر باشه لمیجا خوب 5 فرض لمیجا خوب جماعتی جمعی خود کن تتماشد کی زکات اخو نادن وردا ضربه کی خوارن وردا وای کیمانی کی چه بو تتماشد کی روزی جناگرن تماشد کی تجارت خدا خدا ناس ناکن تماشد کی معامله خدا های وانش خداتنه تماشه عائله وید کی مالبات وید کی نه 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 بین اسلام نه چه مال وانش کن حتی کلمه کی هد به اسلام نه چه محله وانجی نه مال نه چه محله وان دور وان او قصا تماشه خبردان وید کی بین اسلام جنای ام هر کس خو سوال بکن اصحابی چه قسم مسلمانم قالوا مسلمان حتى وك ام نبن صديق حشتي نوت نبن مسلمان وي وقت قد نبجن ام مسلمان تماما ايرو ام دبجن مسلمان چما فقيرين چما پاجدانه چما ظلمه چما جاهلتيه اذا معنوي هناك جماعه بس كلمه شهادت ابتني انينه وكيديد حياته خدها لميج نكرنه تجوانا بيجي جامع هي جامع مسجد لكويه نزانه مسجد لكويه مزقف نزانه لكويه يقين بكم بلكي كلمه شهادت يجي نزانن اونا و وانجی مسلمانه وقتی که تیج مارتنه دوید اویاج مسلمانه می مسلمان حساب کن وقت تشتکو هادیتیه شخصی که قد بینا اسلام جینه اسلام ده حیات ویدا تنبه اما چه عربن بیشن اویاج مسلمانه سرناب مسلمانه بنفسینن دبه بلا سر مسلمانه مسلمان لمیش ابتنه نه لمیش عبادت اخلاق داینو ساندنه تجارت اداره کردن ملت عائلات ده حیات و جنات و زاروک تا چواه اف اسلام گره وانا تف توپ هف بن لمیش صدی 5 روزی صدی 5 زکات صدی 5 ام بیجن زواج صدی 10 تجارت صدی 20 معاملات جیران صدی 3 وانا تف توپ هف بن گاوا تف کوم هف بون بو صدی 8 صدی نوت وی وقت تدکاری سری خو بلن بکی وی دمانه تدکاری بیجه از مسلمانم اما ایرو خدا جو راضی در کبن بردروا و اف خطماک مجوره گوتش خو حساب کن اصادی چه حساب مسلمانم و نه چند علامت و نه چند پوغانا بدن خو و ام چند درجهش خورا بنفسینن ام شرط راست خبردن به شرط ام بنفس خورا راست بن قلم و دفتر که امش خورا دینن ام بجن لمش روجی عائله تجارت اخلاق داینو ساندن حوالتی جیرانتی خواندن جسادی چه قصه اسلام مدرتی چند پوغانی در کبن ای چند درجه مدر کبن هنک مسلمان مهنه 0.0 یا جی 0. ام بیجن بزوره یک درته او یک آنیش جانات به خوده جانات بیجه حضرت محمد هو یا جی بیجه یا الله وی کلی باش تشکید نتنه قالوا مسلمان حتی که اموها بن امی چوا اسلام پیش دا ببین امی چوا پیش دا هرن چوا امی خیرش خوب بدینن امی چوا کیف خوش ببین امی چوا زنگین ببین چوا دل مرحت ببین عقل ما چوا راحت ببین امی چوا خیرش خوب بدینن ایرو ام چما بجن حیره ام مسلمان چما وقاسا بچوک بونه رازیل بونه به قیمت بونه ابا معنوی اسلامیتی ما کیم بیه صادی هاتی نزی 0 هنک جمال لمیجا بتانه تکن وکیدی خودش بیرواد کن هنک هنه خوده لمیشتنه لید بجا الحمدلله از مسلمانم ایت بوی مسلمان خدیه دبی تمام هدی کم وی کلمه هنه گو از صادی صاد بو مسلمان قالوا مسلمانه اسلامتی تسلیمون خدا حیله میله ناخوازه یا توکا ظلامه ببی مسلمان یا جی تیوی حیله هانه بکی مثلا که کردی هجوارا بیجم ون جوجی دزانه چنه حیوانه که واب چوکه جانی وکا درزیانه جوجی جراد بیجن او معر به هفره هوالتید کن به هفره خوازن چمکی آفکی درباس بن معر نکاره جوجی بیجه وره خل من بلافین از درباس یوالی بکم دبی تمام دچن نیوی آوه معر خیانتیت که خود جدینه لی خود جدینه دبازی تبوکجم جوجی دترسه دگری دبی سانه که دبی نا جوجی دگری فقیرو دگری قید بیت جمرنه دترسید بی ناج مرنه نترسیم ولكن حسرتها شعبی تای رش بمرا ممروکی شعبی تای رش پاش نکرد
از في حسرتنا هانه بمرم ام هواله هفون ادوی تمام از سری خو بینم چعبیم پاچ که وان حاصل در باست بن خوات که بیا سری خو درش که جوجی چعبی پاچ که جوجی دبی خداوه سری و دجدینا حتی ویدوجه هاوی کنزان معر دم اكو دمره خارو مارو تسکنه جوجی بنکی خور لیتقی راست که دبی حوالتی راست بگره خارو مارو چنابه مسلمان تيجي حيله ميلات هذا چنابن فردا لفو دوران تنگره راست بی قوات راست بی وقتی تخیر و سلامتیش خوب دینی دا خوازی مجرب عالم اوکم بکه مسلمان راست به حیله به فتل به خاپاندن به شکل کدی خدا ما بگر نجوان مسلمان كراستن. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين استغفروه انه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، إلى آخر الحديث. صدق رسول الله فيما قال، روى الإمام الطبراني وحسنه الشيخ الألباني. أيها الناس، أي تنفع الغير. نحن في زمن هذا المصيبة، هناك مشاكل في المسجد، مشاكل في الخارج، فعلينا أن نتعاون. تأتون إلى المسجد، فحاول ماذا يمكنك أن تقوم به لمصلحة المسلمين، لمصلحة إخوانك. ماذا يمكن؟ تفتح لهم الباب، افتح لهم الباب. ترفع الورقة من الأرض، ارفع الورقة من الأرض. تحاول أن تنظف دورة المياه، نظف هذا. فلنكن من الذين ينفعون وليس من الذين أصبحوا حملا على الآخرين. نحن في هذا العصر مع الأسف نقول: أنا أمشي على الناس، خلي ينظفوا خلفي. هذا لا ينبغي للمسلم. المسلم يتحمل مسؤوليته ويحاول أن ينفع غيره. الذي يحب أن يكون أحب إلى الله فليكن شخصا مفيدا في مجتمعه. قالوا بسلمانا به صحابي هاتنا یک شخصی که گوت: یا رسول خدا پرش که هست که؟ گوتی او شخصی که فایده ویدگیجه انسان خدا پرش هست که، یعنی برا فایده تج ملت راه بکیره تشتکی وره. يعني ام بيجن يا برا بتا تشتكي جرم ببا، يا برا بتشتكي بتا صار ببا. ام جانا نافا كردادا بين في شخص بصاص بقيمته، يعني خو بقيمت كري نبي تشكي جرم ده، نبي صار دبا، نبي آفت سكنه، نبي تشتكي دبا. برا تشتكي بدست مورا فايدة كي بدن هف. خصوصا فينا خوشينا هاني مثلا متين مزقفتا درگاهن عردن باقجينا تشتكي وساكينو تشتكي بكن. نبيجن برا هنا كل دومن بكن ازي وهاب مش برا هنا كل دومن بكاري بكن. ابنا لاقي مسلمانه مسلمان عقلي اخواتك شعبي اخواتك عجبا از شد كارم بكم افلاقي مسلمانه دا خوازا مجرب ما كفي عقلي بدا ما ام بكيري خوشي ورن وام ادورا خوشي تكاربن تشتكي بين جوانا بكن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى الصلاة رحمكم الله.